انت تعرف ان في راجل من بني اسرائيل اصغر من ابنه وحفيده؟ طب ازاي؟ لو ما تعرفش ما تنساش تصلي على النبي وتحط اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة، وتعالى اقول لك مين هو. في يوم من الايام كان فيه راجل صالح من بني اسرائيل اسمه عزيز. الراجل ده كان معدي على قرية لا فيها زرع ولا ماء ولا اي مظهر من مظاهر الحياة، وكان معاه طعامه والحمار بتاعه. فخطر في باله فكرة، ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيحيي الارض دي تاني بعد موتها كده؟ ازاي ارض ما فيهاش ولا زرع ولا ماء ولا اي حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيبعث فيها الزرع والماء وهيخليها خضرة زي ما كانت؟ فربنا سبحانه وتعالى في الحال اماته 100 سنة. ربنا اماته 100 سنة وبعدين احياه وقال له انظر الى طعامك، انظر الى طعامك لسه زي ما هو، وانظر الى حمارك لسه مربوط في المكان اللي انت كنت رابطه فيه. وربنا سبحانه وتعالى سأله انت نمت قد ايه؟ قال له نمت يوم او بعض يوم. وربنا رد عليه وقال له انت نمت 100 سنة. وفي خلال الفترة اللي هي 100 سنة ديت كان ابنه وحفيده ظهر عليهم علامات الشيب وهو لسه